في هذه اللحظة الآن نستطيع القول إن اليمن يدخل الحرب. وهذه الصور مشاهدينا من قاعدة الجند في تعز تظهر إطلاق أولى الرشقات الصاروخية اليمنية باتجاه أهداف إسرائيلية وأمريكية في المنطقة. يعني هذا تطور لم يكن أحد يتوقع أن يحدث بهذه السرعة، ولذلك نحن أمام لحظة ربما ستغير شكل الحرب بالكامل. إذن مرة أخرى القوات المسلحة اليمنية وبالشراكة مع قوات أنصار الله تعلن بدء عملياتها العسكرية ضد العمق الإسرائيلي وضد قواعد أمريكية منتشرة في المنطقة. وذلك في بيان عسكري متلفز أكد أن العمليات تأتي وقوفا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفصائل المنطقة، وكذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة. هذه الصواريخ التي تشاهدون لحظة إطلاقها انطلقت من داخل قاعدة الجند في محافظة تعز وسط مراسم عسكرية رفيعة المستوى وبحضور كبار قادة القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. وبحسب المصادر اليمنية فإن الرشقات التي غادرت القاعدة قبل قليل هي صواريخ بعيدة المدى، ومن المتوقع أن تصل إلى أهدافها خلال الساعات القادمة في أول مواجهة مباشرة تعلنها صنعاء منذ اندلاع الموجة الأخيرة من الصراع. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ذكر قبل قليل إن هذه العمليات تأتي ضمن معركة الأمة الإسلامية جمعاء، وإنها لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتمدد لاستهداف مصالح وأهداف أخرى إذا استدعت المواجهة ذلك، معلنا بشكل رسمي تضامن قواته مع إيران في وجه ما وصفه بالعدوان الغاشم. إذن اليمن يدخل الحرب رسميا، وتوقيت هذا الدخول وطريقة إعلانه حتما سيجعلان من هذه الليلة واحدة من أكثر اللحظات حساسية في المنطقة منذ سنوات طويلة. هذا المشهد الآن يأخذ منحا مختلفا تماما، والواقع إن أردنا أن نتحدث بصراحة هو أننا أمام تطور دراماتيكي غير مسبوق في هذا الصراع. بينما كانت العواصم الكبرى تترقب رد إيران وتراقب الجنوب اللبناني خشية اتساع رقعة المواجهة، تنفتح الآن وفي هذه اللحظات التي تشاهدونها على الشاشة جبهة جديدة من الجنوب العربي. ففي صباح اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 وبعد 3 أيام فقط على بداية هذا الصراع، أعلنت القوات المسلحة اليمنية دخولها الرسمي في العمليات من خلال إطلاق دفعات صاروخية بعيدة المدى من قاعدة الجند في محافظة تعز، وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة وكبار قادة القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. الضربة التي خرجت من الجند ليست مجرد إسناد رمزي للصراع، هي إعلان واضح أن القدرات اليمنية التي لم تكشف جميعها في الهجمات السابقة تدخل الآن مرحلة استخدام فعلي وبمستوى أعلى مما ظهر في أي مواجهة سابقة. المصادر الميدانية تشير إلى أن الصواريخ التي أطلقت قبل قليل قد تم توجيهها نحو الأراضي المحتلة، ونحن كما هو واضح نترقب مصير هذه الدفعات خلال الساعات القادمة، وسط تقديرات تقول إن بعضها من طرازات لم تستخدم منذ سنوات وربما لم تستخدم قط. هذا